السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسعادة يا رب، اللهم امين. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنستعد ان شاء الله لعيد الاضحى، وهنعمل مع بعض الرقاق الناشف زي ما احنا شايفين كده مع بعض. من نص كيلو دقيق عملنا الكمية دي كلها. هنعمله بكل اسراره وبكل تفاصيله. عايزه اقول لكم ان هو هيطلع زي بتاع بره، بل احسن كمان بكتير. حاجه نظيفه ومضمونه وطعمها بجد كان حكايه. وهيطلع معاكي مقرمش، وهيطلع معاكي بصوا زي ما احنا شايفين كده مع بعض. كان مقرمش جدا وكان حلو جدا. هنشوف مع بعض عملناه ازاي ووصل معانا للمرحله دي ازاي. وبنص كيلو دقيق بس عملنا الكميه دي كلها. عايزه اقول لكم ان هو طلع معايا حوالي 19 رقايه، مش حوالي، لا هما بالظبط كانوا 19 رقايه. هنبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا نص كيلو من الدقيق، ومعانا مج اللي هو المج العادي اللي هو في كل البيوت، مليان مية. هننزل بالنص كيلو دقيق في العجان بتاعنا او في البولة بتاعتنا، وهنزل عليه بربع معلقة من الملح، وابدأ انزل بكوباية المية الاولانية كلها. النص كيلو دقيق هياخد من كوباية لكوبايتين، يعني ممكن ياخد كوباية ونص، كوبايتين الا ربع. هنشوف مع بعض هو ياخد مننا قد مية بالظبط. هبدأ بقى اعجن الاول بالكوباية اللي احنا حطيناها، مش هنحط كمية المية كلها مرة واحدة. هبدأ انزل كمان نص كوباية، لقيت ان هو محتاج فنزلت كمان بنص كوباية من المية زي ما احنا شايفين مع بعض كده. هنزل بالنص اللي فاضل كمان، وابدأ اعجن كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين مع بعض. اهم حاجة يا جماعة نعجن كويس جدا. عايزة اذكركم بفضل صيام العشرة من ذي الحجة. حتى لو ما قدرناش نصوم العشرة من ذي الحجة، على الاقل خالص نصوم يوم عرفة. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال. عايزة اقول لكم بقى، انا كده حسيت ان هي ايه، ان هي محتاجة معايا معلقة دقيق. حسيت انها بتلزق جامد. هي المفروض ان هي يكون فيها سن التلزيقة، بس حسيت انها بتلزق جامد، فحطيت معلقة من الدقيق. يعني المفروض ان انا كنت في النهاية ما احطش نص كوباية المية مرة واحدة. المفروض كنت احط يعني معلقة معلقة، عشان خاطر يطلع معايا مظبوط. فانتوا ايه، حطوا بالمعلقة عشان ما ترجعوش تحطوا ايه دقيق تاني. ولو عملت زي ما عملت معايا كده مفيش مشكلة، هتحطي معلقة دقيق وهتظبط معاكي. هعجن فيها لعند ما توصل معايا زي ما احنا شايفين مع بعض كده. هبدأ اركنها بقى دقيقتين، وارجع اعجن فيها تاني عشان الجلوتين اللي فيها يشتغل، فتبقى سهلة معايا وتنعم معايا بسهولة. ما تتعبنيش في العجن وتاخد معايا وقت طويل في العجن. اعجنها حوالي 5 دقايق كده، لا اقل على فكرة. انا يعني عجنت حوالي دقيقتين 3 بس، وكانت معايا اتظبطت وبقت تمام. لان انا كنت سبتها دقيقتين. الموضوع ده بيريح جدا. موضوع انك انت تركني العجينة قبل ما تنعميها كده دقيقتين وترجعي تعجني فيها، بتسهل عليكي جدا. بعد ما عجنتها بقى ونعمت معايا بالشكل ده، هبدأ ايه اغطيها واركنها لمدة نص ساعة تريح معانا. وبعد كده هنجيبها ونبدأ ايه نقطعها مع بعض زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. نفرد دقيق على الرخامة ونبدأ نقطعها ونحطها على دقيق. نبدأ نكورها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني هقول لكم الكورة قد البرتقانية الصغيرة كده، او حسب الحجم اللي انت عايزاه. يعني انت عايزة رقاية كبيرة، عايزاها صغيرة، زي ما انت حابة. بس عايزة اقول لكم الحجم اللي انا عاملاه ده كان حجم كويس، حجم وسط يعني متوسط، مش لا هو صغير ولا هو كبير. هبدأ بقى ايه اقطعها زي ما احنا شايفين كده. اقطعها الحته اللي بتبقى ناعمه من على وش العجينه دي انا بحاول اخليها تبقى وش الرقاقه، وبلم كده من تحت زي ما احنا هنشوف مع بعض. بصوا الحته اللي هي اللي بتبقى ناعمه من فوق دي، هبدا اخليها هي الوش، وابدا الم الاطراف العجينه والفها كده زي البقجه او زي الدايره. اهو بصوا زي ما احنا شايفين مع بعض كده. اهو ابدا الفها كده والم الاطراف كلها على بعضها، وابدا الاطراف اللي انا لميتها دي هي دي اللي اخليها لتحت على الدقيق.
لو حسيت ان هي ملزقه معايا قوي، يعني هي فيها سنه تلزيقه، بس هي كانت ماشيه معايا، يعني المفروض ان هي يكون فيها سنه تلزيقه عشان خاطر انت لسه وانت بتفرديها بتحطي عليها دقيق، فبتتشرب من الدقيق. ف يعني تبقى اي بس يابسه معاكي شويه او انشف معاكي شويه لما بتحطي عليها دقيق. انما انت لو عاملاها ناشفه وحطيتي عليها دقيق هتبدا تتقطع منك، فلازم يبقى فيها سنه التلزيقه دي، لان احنا لسه بنحط عليها دقيق واحنا بنفردها. لو لقيتي وانتي بتقطعيها ايدك فيها سنه تلزيقه، عفري ايدك بتعفير الدقيق بس كده وقطعيها، هتبقى حلوه جدا معاكي، مش هتلزق في ايدك ولا حاجه. هنغطيها بقى ونسيبها تريح لمده نص ساعه. بعد نص ساعه بقى هجيبها وابدا افردها. هتفرد معايا زي ما احنا شايفين كده بمنتهى السهوله. هبدا افردها كده دقيق من تحت ودقيق من فوق، وفي الاول افردها الاول ادورها كده بايدي، وارجع افرد بقى بالايه بالنشابه زي ما احنا شايفين كده مع بعض، او بالفراده. ابدا افرد الرقاق. عايزه اقول لكم ان انا اخلي بالي من الاطراف، يعني مش هرقق من النص ومن الاطراف اخليها سميكه، لا يعني انا احاول ان انا ارقق من الاطراف، ولما الاقي النص خلاص بقى كده الرقايه معايا اتظبطت، ما رققش من النص زياده عن اللزوم عشان ما تحرقش مني من النص. هنسويه بقى في فرن البوتاجاز ازاي؟ معانا صينيه زي ما احنا شايفين كده مع بعض، هنحطها ونشغل الفرن من فوق ومن تحت لعند ما تسخن معانا. هنحط عليها الرقايه. في المرحله دي بقى هنبدا ان احنا نعمل الرقايه التانية على ما اللي في الفرن تستوي. يعني ما نعملش كله مره واحده ونركنه، لا نعمل واحده واحده على ما اللي في الفرن تستوي نبدا نعمل التانية. وعايزه اقول لكم كمان ان احنا نقدر نسويها على البوتاجاز من فوق، نحط الصينيه دي على عين البوتاجاز من فوق، ونقدر نسويها على البوتاجاز من فوق، بس تسويه الفرن بتبقى احلى. بنفرد كده التانية زي ما احنا شايفين كده مع بعض، الاولانيه في الفرن، ونخلي بالنا منها لا تتحرق مننا، يعني نبقى احنا واقفين بنفرد جنبها. هنبدا بقى ننفض منها الدقيق زي ما احنا شايفين كده، لازم ننفض الدقيق كويس جدا من عليها، وابدا افرد زي ما احنا شايفين كده مع بعض. اول ما بتتشمع معايا بقلبها على اليمه التانية، وبتبقى معايا بالمنظر ده، بتبدا تعمل فقاقيع كده، لان انا عندي الفرن شغال من فوق ومن تحت. وبرده بقلبها، يعني لازم برضو اقلبها، وابدا برضو احط في الفرن، وابدا اعمل افرد اللي بعدها. ما افردش كله مره واحده واسيب وارجع اسوي مره واحده، لا غلط جدا، ما ينفعش. مش هيبقى مظبوط معاكي. ولو حطيتيه على بعضه، حتى لو حاطه بين كل رقاقه ورقاقه دقيق، برضو ممكن يلزق منك. ولو سايباه مفرده بعيد عن بعضه، برضو ممكن ان هو ينشف منك. فدي افضل طريقه، وبتختصر عليكي وقت كتير جدا. يعني انت على ما الرقاقيه تستوي في الفرن بتكوني فردتي زي ما احنا شايفين كده. على قدر المستطاع تحاولي تخليها بشكل دائري، يعني حتى لو ما بقتش بشكل دائري مش مشكله يعني. المره اللي بعدها هتتعلمي وهيطلع معاكي مظبوط، وهيطلع معاكي تحفه ان شاء الله باذن الله، وهيطلع معاكي احلى ما انا عاملاه بكتير. زي ما احنا شايفين مع بعض كده نبدا نفرده، وبعد كده هنفض من عليه الدقيق تماما، وابدا احطه على الصينيه زي ما احنا شايفين كده، وابدا لما يشمع اقلبه على اليمه التانية، ويبدا يطلع معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ونطلع الرقاقيه رقاقيه، ان ما نحطوش على بعضه، لان بيبقى فيه سنه طراوه وهو طالع من الفرن. افرده بعيد عن بعضه عشان خاطر ينشف، ما احطوش على بعضه عشان ما يطراش مني. وده كده بعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا كلها. الكميه اللي طالعه دي بسم الله ما شاء الله، والله العظيم من نص كيلو بس. نص كيلو دقيق عمل لنا الكميه دي كلها. ليه بقى بالغالي نشتريه لما احنا ممكن من نص كيلو نملى بيتنا خير ما شاء الله. ويطلع معانا بالشكل ده. وكان فعلا والله العظيم تحفه جدا جدا جدا. جربيه وان شاء الله باذن الله مش هتندمي. وزي ما قلت لكم، لو انت ما عندكيش فرن بوتاجاز تقدري تسويه على البوتاجاز من فوق، تحطي صينيه وتشغلي عليها عين البوتاجاز، وتبداي تسويه من فوق، تقلبيه على اليمتين، وهيطلع معاكي برضو حلو وتحفه جدا. كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.